تخيل معايا كده وانت ماشي لوحدك في شارع ضلمة، فجأة تحس بحد بيراقبك، تلف بسرعة مفيش حد بس الإحساس لسه موجود. طب لو قلنا لك إن الإحساس ده مش خيال، وإن الكون نفسه فيه مين بيراقبنا من بعيد، من مكان إحنا ما نعرفوش، ساعتها هتفضل تقول إحنا لوحدنا ولا هتشك في كل حاجة حواليك؟ ركز معايا علشان اللي جاي ممكن يغير نظرتك للكون كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بيك يا صديقي في رحلة جديدة من زاوية مختلفة. رحلتنا النهاردة غريبة ومثيرة، فيها ألغاز وأسئلة مش بنعرف نجاوب عليها من آلاف السنين. سؤال واحد بيطارد البشرية من أول ما رفعت عينيها للسماء: هو احنا لوحدنا في الكون؟ يلا بينا نبدأ. الكون الكبير قوي ده كبير لدرجة خض. يا صاحبي لو بصينا كده على الكون حوالينا هنلاقي نفسنا على كوكب صغير في نظام شمسي صغير جوه مجرة اسمها درب التبانة، والمجرة دي واحدة من حوالي 2 تريليون مجرة تانية. تريليون يا عم! تخيل كل مجرة فيها مليارات النجوم، وكل نجم حواليه كواكب. يعني لو حسبناها كده احنا بنتكلم في أرقام فوق الخيال. طب مع العدد ده كله معقول مفيش غيرنا؟ ساعتها السؤال يبقى منطقي جدا: ليه الكون بيبقى بالحجم ده كله واحنا بس اللي فيه؟ يعني معقول ربنا خلق كل الكواكب والنجوم والمجرات دي علشان احنا وبس؟ ولا في كائنات تانية بتبص علينا زي ما احنا بنبص على الحشرات تحت الميكروسكوب؟ إشارات ولا أوهام؟ في سنة 1977 حصلت حاجة غريبة. مرصد فضائي في أمريكا التقط إشارة قوية جدا من الفضاء واستمرت 72 ثانية. سموها واو سيجنال لأن العالم اللي شافها كتب جنبها كلمة واو. الإشارة دي ما كانتش شبه أي حاجة طبيعية معروفة، وساعتها بدأ الكلام: يمكن دي رسالة من كائنات ذكية. بس للأسف الإشارة ما اتكررتش تاني ومحدش قدر يفسرها 100%. بس هل دي كانت صدفة ولا كانت لحظة نادرة من تواصل كوني؟ وإيه اللي بيمنعهم إنهم يبعتوا تاني؟ ولا يمكن هم بالفعل بيبعتوا وإحنا اللي مش قادرين نفهم؟ الأطباق الطائرة أسطورة ولا حقيقة؟ طب ما تيجي نرجع بالزمن شوية. كمية البلاغات عن ناس شافوا أطباق طايرة أو كائنات غريبة أو حتى اتخطفوا واتعمل عليهم تجارب كبيرة جدا. طبعا في حاجات كذب أو أوهام، بس في شوية حالات لما اتفحصت بجد طلعت محيرة جدا. الجيش الأمريكي نفسه أعلن من كام سنة إنه بالفعل عنده لقطات مصورة لحاجات طايرة في السماء مش معروف هي إيه، وسموها ظواهر جوية غير مفسرة. ولحد النهاردة محدش قال الحقيقة كاملة. ليه؟ ممكن علشان مش عايزين الناس تخاف، ولا علشان في أسرار أكبر من اللي ممكن نتخيلها؟ التشابه الغريب في الأساطير. بص كده على حضارات قديمة زي الفراعنة أو حضارة المايا أو السومريين، كلهم عندهم قصص عن اللي جم من السماء، أو آلهة نزلوا يعلموا البشر، أو كائنات غريبة عندها قدرات خارقة. اللي يقرأ الأساطير دي ممكن يحس إنهم بيكلمونا عن نفس الكائنات، بس كل حضارة سمتها بطريقة مختلفة. يعني معقول ده كله خيال ولا في رابط مش باين؟ فيه صور على جدران المعابد مرسوم فيها أشكال طيارة أو كائنات بعيون كبيرة أو ناس لابسة زي بدل الفضاء، وإحنا بنتفرج نقول شكلهم فنانين، بس يمكن كانوا بيحكوا حاجة شافوها فعلا. طب لو موجودين فينهم دلوقتي؟ السؤال ده سهل وصعب في نفس الوقت. لو في كائنات عاقلة تانية ليه ما تواصلوش معانا لحد دلوقتي؟ العلماء بيطرحوا نظريتين غريبتين جدا. النظرية الأولى: إحنا بدري قوي، يعني إحنا أول حضارة واعية في الكون والباقي لسه ما اتخلقش أو ما اتطورش. النظرية التانية: إحنا متأخرين قوي، والكائنات التانية بقالها آلاف السنين بتتفرج علينا بس مش عايزين يتدخلوا. زي ما إحنا بنبص على حيوانات في محمية ما ينفعش نتدخل في حياتها الطبيعية. تجارب سرية وصمت غريب. في كلام كتير عن قواعد سرية في أمريكا زي المنطقة 51،
بيقولوا إنها فيها بقايا سفن فضاء وكائنات وأبحاث مخفية عن العالم. ولو فتحت الموضوع ده على الإنترنت هتلاقي ناس كتير بتقسم إنها كانت بتشتغل في مشاريع خاصة وشافت حاجات خارقة للعقل. طب لو ده كله كذب ليه بيتكتموا؟ ولو صح يبقى احنا مش لوحدنا فعلا، احنا بندور، بس بندور صح. من سنين طويلة والبشر بيحاولوا يسمعوا أو يلقطوا أي صوت أو إشارة من الفضاء، بس يمكن احنا بندور بالشكل الغلط. يعني لو الكائنات دي بتستخدم وسيلة تواصل مختلفة تماما عن اللي احنا نعرفه، يمكن بيكلموا ببعد تاني، يمكن احنا نفسنا ما نعرفش نسمعهم، أو يمكن هم بيكلمونا واحنا افتكرناها ضوضاء في الخلفية. في كواكب تانية ممكن يكون فيها حياة؟ طبعا في كواكب اسمها كواكب شبيهة بالأرض، يعني ظروفها قريبة من عندنا، درجة الحرارة مناسبة، فيها مية، وممكن يكون فيها حياة. في علماء بيقولوا إن فيه مئات الكواكب دي، بس المشكلة إننا مش قادرين نوصل لها. لكن هل معنى كده إنهم مش قادرين يوصلوا لنا؟ مفيش ضمان. الثقوب السوداء بوابات للكون التاني. في نظرية غريبة بتقول إن الثقوب السوداء مش بس بتشفط كل حاجة، دي ممكن تكون بوابات لعوالم تانية. يعني ممكن يكون في أكوان موازية فيها كائنات بتعيش بطريقتها، ويمكن احنا في يوم نفتح الباب ده وندخل. تخيل معايا إنك تدخل من فتحة في السماء وتخرج في كون تاني خالص، بكائنات مختلفة وقوانين فيزيائية مش زي اللي احنا بنعرفها. احنا لوحدنا ولا احنا مش شايفين الصورة كلها؟ في النهاية يا صاحبي احنا ممكن نكون لوحدنا وممكن لا، بس المؤكد ان في اسرار لسه ما اكتشفناهاش، والغاز لسه ما حلناهاش، وحكايات كتير مستخبية ورا السماء والنجوم. ويمكن في يوم من الايام هنصحى على خبر يقول تم اكتشاف حياة ذكية خارج كوكب الارض. ساعتها بس هنبدأ نسأل طيب وعايزين مننا ايه؟ وبكده نكون وصلنا لنهاية الرحلة من زاوية مختلفة مع عصام الجندي. لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس وتسيب لنا كومنت تقول فيه رأيك، أو تحكي لنا لو قابلت مخلوق فضائي هتتصرف ازاي. ونقول كل حكاية وراها زاوية، وكل زاوية وراها حكاية. وبس كده يا صديقي، سلام.